السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. معكم مليكه من قناه ساندرا من لينا كويزين. مرحبا بكم معايا، مبروك عواشركم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نبدا بتوجد رمضان، وانا كنبدا بالبهارات اللي كنطحنها على يدي. خليوكم معايا. هذا سكينجبير اللي اذا كنتوا عاقلين باني شريته من سامس كلاب، فريش وطري ونشفتو، اللي هو هذا. شفتوا هنا عندي البزار، القرفه، هنايا اسمو الكركم، الكمون، القزبر. يعني القزبر سبق وطحنت البزار الابيض. ودابا غادي ندوزو باش نطحنو في هاد الطحانه اللي كلشي كيعرف انها عندي من مده هادي، راه اكثر من 4 سنين ديما كنطحن بها وكان نافعاني. يعني غادي ندوزو ان شاء الله دابا باش نبداو. خليوكم معايا. سبق وبديت بالقزبر. هذا القزبر ما محمر ما حتى شي حاجه، ونفس الشيء بالنسبه للكمون. هو يا ملي تبغيو تطحنوا كتعرفوا يعني ديروا بالترتيب. مثلا انا طحنت الكمون، غنطحن من وراه باش ما نضطرش اني كل مره نغسل الماكينه. درت الكمون ندير من وراه القزبر لانه ما كيأثرش عليه. درت هذا سميتو، من بعد ندير سكينجبير. من ورا سكينجبير غادي ندير الكركم، من ورا الكركم غندير البزار. عاد من بعد الحال يعني غنمسحها غير مره واحده ملي غندير القرفه، لانه القرفه هي حلوه وهذا الشيء كيكون مختلف وحار. هذا الشيء علاش غادي ندير نقي الماكينه ديالي. هذه الماكينه عندي انا كتهز كيلو. حاطه اللينك ديالها في الصفحه ديالي، في الجروب ديالي، في اي بلاصه محطوه حطيتها. راه قلت لكم كي قلت لكم اكثر من 4 سنين دابا وهي عندي، وما شاء الله. يعني شنقول لكم، ما تفوتوش اكثر من 30 ثانيه في الطحين. ومن بعد نوريكم كيفاش تخزنوا هاد البهارات اللي كتطحنوها في هاد الماكينه، لانه الا لحقتوا ودرتوها ديريكت راه كتخسر لكم البهارات. يلا خليوكم معايا البنات. دابا غادي نحلها. ما شاء الله، ها نتوما كي كتشوفوا 20 ثانيه. ما كيحتاج لا تغربيل. هذا الكمون بلا ما مصهد، راك شتوني درتو ديريكت من البلاستيك. عندنا حنايا كلشي البهارات كلها كتباع منقيه صاوبه. كان عندي مشكل انا ملي يلاه جيت، كان عندي مشكل في البهارات وفي داكشي تسلو. ولكن مع هذه ضروري البنات تبقاو تحركوها بحال هكا باش داكشي اللي في الطراف كيجي الوسط كيتطحن. ها نتوما ما شاء الله. هانتوما هذا سكينجبير كي قلت لكم كنجيبو اورغانيك طبيعي من سامس كلاب، وهو يا باقي طري كنقطعو بحال هكا. سمعتوا؟ كنقطعو هكايا باش كيجيني ساهل في الطحين. دابا هذا 20-30 ثانيه ما شاء الله غادي يكون يعني بودره. خلينا نشوفو من بعد. ايوا هانتوما ما شاء الله والصلاه على النبي. هذا هانتوما شفتوه ما شاء الله. ما كاملاش، ما كملتش 30 ثانيه، غير 20 ثانيه. شوفوا ما شاء الله. ايوا دابا وصلنا للبزار. حتى هو البزار ما كتفوتوش ليه 15 ثانيه. هانتوما طحناتو بزاف، ولكن ماشي مشكل. غنزيد معاه البزار الابيض اللي سبق طحنت، ما نكثرش بزاف. وها هو دورته دوره خفيفه، يعني واحد ثواني. هذا دابا البزار الابيض والبزار الكحل صافي. غندوزو دابا للكركم. وصلت دابا للكركم. هانتوما انا قسمتها، شفتوها؟ كيف كتلاحظوا انا خليت هنايا البزار حتى في الغلاقه ما نقيتهاش مزيان.
كيف كتشوفوا. البزار لانه هو كيساعد على امتصاص الكركم، حتى انه الا بغيتو تشربوا الكركم وتستافدوا منه، ضروري خصكم تزيدوا معاه واحد النتيفه ديال البزار. فلهذا انا من الاول ملي كنجي نطحنو كندير معاه شويه ديال البزار. واكيد راه اي وصفه كنطيبوا بها فيها الكركم راه فيها البزار، فمن الاحسن نديروا لها هكايا. انا غنطحن غير واحد جوج لان جايه شاريه بزاف. غنطحن جوج، يعني هنايا 200 غرام 200 غرام 400 غرام اللي غادا نطحن. يلا خليوكم معايا تنشوفوا النتيجه ان شاء الله. ها انتم ما شاء الله، ها انتم، ها الكركم الحقيقي. عرفتي ريحته في الدار، ريحته في الدار. ما قليته، ما ملفه كندير ليه هذا، كندير ليه شويه الزيت نصهدو في المقله. فهذا درتو ديريكت، شفتوه ما شاء الله. هذا دابا معاه واحد تقريبا واحد المعلقه ديال البزار اللي فيها مخلطه البزار الابيض والبزار الكحل. وراني قلت لكم باش كيتسهل الامتصاص ديالو، لاني انا كناخذ واحد نص معلقه صغيره وكنديرها في الماء وكنشربها مزيان، خصوصا الا كان بحال هكا طبيعي وعارفين بانه فيه مكون واحد اللي هو الكركم. صافي وصلت للقرفه، كتكون هكذا. هذه هي القرفه، شوفوا يدي كي ولات بحال العطار هكا. شديتها كتهرس بسرعه. ضربتها بيد المهراز هكايا. ها هي حتى هي درت فيها واحد 400 غرام. وخليكم معايا. ها نتوما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ثواني يعني نأكد على ثواني. شفتوها؟ هذه القرفه الحقيقيه ديال سريلانكا. شفتوها ما شاء الله. صافي بهذا غنكون كملت الاقامه ديالي كلها. من بعد غنوريكم انا كيفاش كنحتفظ بها وكيفاش كندير ليها بعدا في الاول باش ما كتخسرش ليا، كيفاش كندير لها. يلا خليكم معايا. ايوا يا البنات صافي، ها هي الحويدقه ديالنا. دارت ليا كل شيء الله يكثر خيرها. دابا بقى ليا ان شاء الله غنبدا في السفوف ما غاديش نغسلها لان السفوف فيهم القرفه وهذا الشيء، علاش خليت القرفه هي الاخره. دابا غادي نقفل هذه ونخليها حتى نكمل مع البهارات ديالي. هادو اللي بقاو هانتوما كنسدهم وكنحطهم في واحد ستوريج خاص بهم. البهارات اللي باقيين عندي ما كنطحنش كل شيء باش ما كيبردش ليا هذا الشيء، ما كتبردش البهارات هنايا. علاش انا درتهم هكا؟ لانهم كيخرجوا سخان، واخا 30 20 ثانيه كيخرجوا سخان. كندير لهم هكا وكنحطهم كلهم هنايا. هذا القرفه، هذا البزار كيف كتشوفوا. هنايا هذا الكمون، الكركم، سكينجبير. شفتوا سكينجبير؟ كنحطهم هكا، كنغطيهم بواحد الزويف وكنخليهم هذا سميتو القزبر، كنخليهم محلولين هكا. كنغطيهم بواحد الزويف وكنخليهم حتى كيبردوا على خاطرهم واحد ساعتين حتى ل4 سوايع كاع. عاد كنحطهم في القريعات اللي مخصصين او العلبات اللي مخصصين للبهارات. وبهذا ان شاء الله كنكونوا كملنا التوجات ديال رمضان. هذه الحاجه الوحيده اللي كندير انا، كندير البهارات والسفوف الشباكيه وما شابه والشحمه فقط. هذا الشيء اللي كندير. ما كان نخزن حتى شي حاجه. رمضان كيجي نهار بنهارو. بالنسبه للبهارات الصغيره اللي كنستعملها مره بحال الهيل والكبابه ونويويره وهذه الجوزه الصحراويه، الحاجات اللي هكا اللي كنستعملوها مره ما كنطحنهاش. كنخليها عندي طحانه صغيره ديال هذه الني خاصه بالبهارات الصغيره. كنطحنها هذيك في ساعتها، يعني ما كان نطحنهاش ونحطها حتى كتبرد. وبهذا بنات
كنتمنى بالله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة وبطولة العمر إن شاء الله، وبالتوبة والغفران. كانت معكم ملكة من قناة ساندرا من لينا كويزين، خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.